السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل محشي الكرنب او الملفوف في الدول العربية زي ما بيقولوا كده. فيديو ده شامل في السلق والتسبيكة ولف الكرنب والتسوية الصح المظبوطة، اللي بإذن الله يطلع معاكي حلو قوي ما يتفكش منك. بس اهم حاجة ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اللي احنا بنقدمه. يلا بينا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وشكرا جدا على تعليقاتكم الجميلة اللي على الفيديو العيش الفينو، ربنا ما يحرمني منكم يا رب أبدا. يلا بينا نبدأ الفيديو. جبت كرنباية كده حجم وسط، وأول حاجة إن احنا نشيل الجزء اللي فوق ده. بعد ما نشيل الجزء اللي فوق ده في أثناء السلق بتبقى سهلة جدا في إن الورق يتفك، لأن هي دي الماسكة الورق كله. وفي الوقت ده كنت جهزت حلة كده كبيرة على النار فيها مية سخنة، بس مش هضيف فيها حاجة، ولا ملح ولا كمون ولا أي حاجة. والمحشي الكرنب ما فيش حد مش بيحبه. وبيدفي جدا في الشتاء اللي احنا فيه ده. يعني الراعي الرسمي للشتاء المحشي الكرنب. بس كنت بحاول اشيلها كده بس بدون ما اتعور من السكينة وكده. شلتها خلاص اهو. وبدأت كده اجوفها بالسكينة. بس كده نزلتها في الحلة الكبيرة، اكبر حلة عندك كده حطيها. بس نحطها على ايه وشها كده قيمة 10 دقايق كده بس، وبعد كده ايه نقلبها الناحية التانية. بس وهتتفك منك الأوراق بسرعة جدا، زي ما انتوا شايفين كده. لأن أنا من رأيي الكرنب ما يتقطعش قبل السلق، بيتكسر. أما الواحدة بتبقى صحيحة وطالعة معايا مظبوطة جدا. بس كده سلقته. وبالنسبة للسلق يا جماعة أنا مش عايزينه يتهري قوي عشان خاطر ما يتقطعش منك أثناء لف الصوابع وكده. يعني يدوب دقيقتين ونشيل على طول، دقيقتين ونشيل عشان تبقى الورقة زي ما هي. بس كده سلقت الكرنبية مكملتش دقيقتين بالظبط. بس هو فرمت بصلتين كبار، وجهزت حلة على النار وحطيت فيها معلقة سمنة وشوية زيت. بس مش هنزل بالبصل كله. حوالي شلت كده معلقتين بصل ني كده او مفروم، وهقول لكم هنعمل بايه. ابدا اشوح كده البصل على النار. يبقى لونه ذهبي بسيط كده معايا. واحط بقى معلقتين صلصة يتسبكوا كده مع البصلة. وهنزل بعصير الطماطم. واسيبهم كده على النار يتسبكوا مع بعض. وبعد ما تسبكوا اضيف التوابل بقى. حطيت فلفل اسود، حطيت مكعبين مرق بيدي التسبيكة حلو، طعم حلو قوي. ضفت الملح. حطيت معلقة سكر عشان تعادل الطعم. حطيت كزبرة ناشفة. شوية توابل كده. توابل لحمة، 7 بهارات، أي توابل عندك تطعم كده الخلطة بتاعة المحشي. وبس كده يبقى أنا سلقت دلوقتي الكرنب وعملت التسبيكة. يعني بنسبة 70% المحشي خلص مني. بس أخدت معلقتين كده من التسبيكة دي عشان نزودها للشوربة بعد كده. كده في الوقت ده بوريكم ان الورقة زي ما هي، ولا اتقطعت ولا اتكسرت معايا، لان انا استخدمت يعني سلقتها بطريقة صح. عايزة اقول لكم بقى لو عايزين تفرزوا يمكن 50 كرنبة، لو عملتوها بالطريقة دي تبقى سهلة جدا معاكم. في الوقت ده بوريكم التقطيع قطعته ازاي.
وتقطعيه الحجم اللي انت عايزاه، عايزاه حجم كبير حجم صغير زي ما انت عايزة. بس كده ورصيته يعني دول خدت كذا واحدة من الورق، وهوريكم ازاي ان أنا قطعتهم مع بعض عادي مفيش اي مشكلة، مش لازم واحدة بس، بس نظبط الجوانب كده. شفتوا طالعين كمية كبيرة ازاي معايا وقطعتهم فوق بعض. ده لو عايزة تخزنيه بالطريقة دي في اطباق او اكياس وشيلي رمضان، هينفعك جدا يعني تكوني عاملة بس تكوني مجهزة بس التسبيكة وتحشي على طول قبل الفطار. فانت لو عايزة خزنيه بالطريقة دي. غسلت كيلو رز كده مصري وصفيته. وكنت يعني كانت حسبة شبت على كزبرة على بقدونس غسلتها وقطعتها. وهضيف بقى البصل اللي انا كنت شايلاه من اول الفيديو كده، البصل الني بيفرق جدا في طعم المحشي كرنب، بجد اعمليه بنفس الطريقة وهتدعيلي. وهنضيف بقى التسبيكة. بس كانت حسيت التسبيكة كتيرة فرحت شلت منها في شوية في الفريزر كده، ينفعوني لأي طبخة تاني. انا لما بعمل تسبيكة كده البصل على الطماطم بزود شوية، بتنفع بصراحة في الفاصوليا في البطاطس في الطبيخ البامية، يعني اي طبيخ كده انت عايزة تضيفيله تسبيكة بيبقى حلو قوي وجاهز معاكي في اي وقت. شايفين الرز والتسبيكة حمرا ازاي ولونها حلو ازاي. بس كده فرشت في ارضية الحلة كده شوية بصل يطعموا الشوربة وشوية طماطم، ولو عندك كمان بطاطساية كده قطعيها برضو. بس كده وكون مجهزة كل حاجة جنبي وأبدأ أحشي بقى براحتي. في ناس كتيرة شايفة إن المحشي غلبة وكده، بس لازم نعمله يعني أولادنا بيحبوه كل الناس بتحبه، وبيدفي جدا في الشتاء، فبصراحة يستاهل التعب بتاعه. بس أبدأ أحشي بنفس الطريقة كده. ونرص جنب بعض كده أربع صوابع، وأبدأ أعكس من الناحية التانية، يعني لو بالطريقة العكسية بيطلع شكله حلو أوي بصراحة، زي ما انتوا شايفين كده في الحلة. 4 صوابع أو 5 صوابع كده، يعني مثلا طريقة رئيسية وبعد كده أعمله بطريقة أفقية. بس كده أنا عشان ما عنديش شوربة لحمة ولا فراخ ولا أي حاجة، جبت مية سخنة ونزل حطيت فيها مكعب مرقة ودوبتها كده كويس. وجبت معلقتين طماطم كده اللي أنا كنت شايلاهم كده من التسبيكة،
بصي بيغيروا طعم ولون المحشي بطريقة مش طبيعية، لأن التوابل كلهم اللي أنا حطيتها في التسبيكة في الشوربة اللي أنا عاملاها دي. بس يا جماعة، بس أهم حاجة واحنا بنضيف الشوربة ننزلها تدريجيا، يعني ما احطش على طول الشوربة، لأ، على حسب ما اشوف الحلة قد ايه وان المحشي يحتاج ولا لأ. ومش عايزة اغطيه بالمية او الشوربة، لأ، يا دوب بس يعني تحته بحاجة بسيطة. وهحط طبق كده يستحمل الحرارة، اللي هو طبق صيني يعني، او ازاز برضو، عشان خاطر لما اثناء السوا ما يتفتحش معايا المحشي. واحطه على درجة نار متوسطة واسيبه بقى براحته. اول ما يغلي معايا اهدي النار خالص على شمعة. زي ما انتوا شايفين عدى حوالي تلت ساعة، رحت شايلة الطبق خلاص، مش محتاجاه تاني. وهديت النار خالص. وحطيت كده معلقة سمنة بلدي، بتفرق خالص في الطعم، او سمنة عادية او سمنة او زبدة كده. بس كده، وطفيت النار في الوقت ده خلاص. شايفين ولا اتفتح معايا ولا الرز طلع من بره ولا اي حاجة. يعني عملنا محشي كرنب بمنتهى السهولة. بإذن الله جربوا الوصفة دي زي ما أنا عملت كده، وبإذن الله يطلع معاكي أحلى كمان من الوصفة، من الفيديو اللي عملناه. وأهم حاجة متنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وأي حد حابب أي وصفة من اللي هو عايزها مثلا اكتبها لي في التعليقات وأنا هعملها فورا. وزي ما نزلنا النهاردة التعليقات على المنتدى، أجمل تعليقات وصلتنا كل أسبوع بإذن الله هنختار من التعليقات ومن التعليقات على الفيديوهات وهنزلها على المنتدى بإذن الله. واعملوه بنفس المقادير ونفس الطريقة وهيطلع معاكي أحلى كمان. وبألف هنا وشفا. وفي الوقت ده نزلته على صينية كده عشان يبرد معايا. واللحظة دي كل البيت بيبقى مستنيها، لحظة ان انت ولحظة قلب الحلة دي بيبقى كل الناس مستنياها. سلام.